واحد يحكي انا مو مسؤول عنه، انا مسؤول على نفسي. كانت تقول خلاص، قلت لها خلاص شو وقت نلتقي؟ كانت تقول لي باكر. قالت لو باكر لان انا عندي شغل فاحتمال للثلاثة. قلت لها انا ما اقدر اطول، قلت لها انا امي مريضة ما اقدر اطول، فلازم نلتقي على مود ارجع، لان انا جاي على مود هذا الشيء. ثاني يوم ادز رسائل ما حد يرد علي، ثاني يوم ادز رسائل ما حد جاوبني، ثالث يوم دزيت رسائل ما حد جاوبني. كان التقي باحمد، قلت له احمد انا اريد اشوف ندى، انا جيت من هناك اريد اشوف ندى. كان يقول لي ندى زعلانه. قلت له على شنو زعلانه؟ كان يقول على اللي صار. قلت له انا ما مسؤول عنه. قلت له خلاص نسوي لها مفاجاه. قلت له نسوي لها مفاجاه، ندى ما تدري بالموضوع ولا ام ندى تدري بالموضوع. قلت له نسوي مفاجاه انه انت تعزمهم واني اجي ادخل بصوره مفاجئه واصدمهم. كان يقول لي خلاص. رتبنا موعد اللي هو البارحة الساعة 12. تمام، الساعة 12 احنا متفقين نلتقي. طلع ابو عناد واني قلت لكم انتظروني مفاجأة الساعة 12. طلعنا الساعة 12 واذا بينا قبل ما نصل جتنا رسالة، كان يقولوا لي الموعد التقى، شوف التيك توك هاي موجودة، ما اقدر اشوفكم رسائل، اذا تريدون اشوفكم. فقالوا لي الموعد التقى. انا من صارت هيجي يقولون هم ان هم متصلين علي وان هم يقولوا لي انا قال لهم مشغول. انا مثل ما تشوفوني انا جيت دبي، ما طلعت المكان بدبي، قاعد بالفندق وما طلعت، لان انا جاي على مود انه انا اشوف ندى بس. هذا اللي جاي علي، ما جاي اطلع ولا جاي اتونس، لان كلها تدريني انا انسان ما احب اطلع. فهذا اللي صار. انا جيت يقولون يدقوا علينا، يقول لهم انا اقول لهم مشغول، والله العظيم ما حد دق علي تليفون، والله ما حد دق علي تليفون. يعني انا البارحه صديقي جايني من امريكا لان انا على مود يشوفني. فهذا اللي صار وهذا ردي، واليوم ارد لكم على كل سالفه. الموضوع الثاني اللي هو انه انا طالع اسوي ترند. هذا مال اسوي ترند كبدايه، شفت الشعب العراقي حب انه احنا اثنيناتنا سوا، ضليت احنا سوا ونرسم الضحكه عليكم وارسم الضحكه، وهذا الهدف الاساسي انه انا ارسم الضحكه. بس عشان اكذب عليكم انا يعني بمرور الوقت والله العظيم يعني ما، وهذا الشيء مو عيب، انا تعلقت بالبنيه، قمت ما اقدر بدونها، يعني اذا هي ما موجوده اضوج. صح كبدايه ترند ومثل اي واحد، بس بالنهايه يعني انا صدق يعني وقعت. وهذا الشيء لا عيب ولا شيء. وحتى ذا كان انه هو ترند او موضوع، يعني موضوع، فنرجع انه هذا البرنامج مال التيك توك الناس ترسم بيه الضحكه، واني رجال كوميدي ارسم الضحكه، فحتى ذا كان ترند. هذا ما يمنع انه اني اجي 4 ايام، اني 4 ايام موجود بدبي، ما حد يسال علي، ما حد يقول انت وين سكنت بالفندق، جايب هدوم وياك، عندك فلوس. انا هذين الرسائل كلن ما شفتهن، وهاي الرسائل قسما بالله انا مراسلهم والله ما حد مجاوبني. والبارحه لما سمعوا بي اريد التقي بيهم لغموا الموعد، رجعت النوبه اعتذرت وقلت لهم انا اسف اذا غلطان لان قلت مفاجئه، وعمان اعتذر. بس الموضوع زاد عن حده، فرجاء هذا ردي. وبالنسبه يعني هواي يعني ورا هذا اللي صار، انا متاكد راح تطلع الف سالفه علي، فاي واحد يريد يطلع سالفه علي فاني اريد اقول لك ما تهمني. يعني اي سالفه يريد يطلعونها انا ما تهمني، موضوع انتهى. اي واحد يريد ينشر يريد يسوي فهذا ما يهمني. أنا رجال أضحك فطير شغلات أكو ما أعرفها يعني، والكلها تعرفني. أنا همي الوحيد إنه أضحك العراقيين، لأن إحنا العراقيين ناس متعوبين من قهر القهر، من حرب الحرب، ناس قاعدة بالبيت ضايجة، فالمهم أضحكهم. كسب الشعبية من كل الدول، وهذا فخر إلي ويزيدني فخر.
وارجع واقول انه اني مو على مود شهرة اسوي هيك ولو على مود شهرة اسوي على مود اسوي فيك وما ادري شنو. هذه شغلات مو عندي. لو اريد اسوي فيك اطلع شغلات كومه. فذني الشغلات مو عندي. هذني الشغلات مو عندي. والبارحه الكلام اللي انحكى ضدي فوالله العظيم كله كذب. كله كذب من الاخير. واني ما اكذب. انا من اريد اكذبها بلطافه. اقول لكم انا كذاب كلها تدرين. انا احكي طق بطق لا اقول كذب ولا ما ادري شنو. وبعدين انا جاي من دبي من العراق وحاط طياره وعابر حدود على مود اجي اكذب بروح. شو عندي جاي عايف امي وامي مريضه فهنه وخواتي وجاي هنا. ابسط كلمه راح اقول هذا الرد. واتمنى ان هذا الرد الوحيد. الرد الوحيد انه اني ما كذبت وانا جيت من العراق لدبي وهذا يكفي. وهسه نروح ونتونس.